وفاة لاعب الوداد أسامة فلوح بعد مدة طويلة في العناية المركزة. توفي مساء يومه الخميس أسامة فلوح لاعب فريق الوداد الرياضي، الذي تعرض لحادثة سير خطيرة خلال شهر أكتوبر الماضي. وتعرض فلوح إلى حادثة سير خطيرة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء قبل أن يفارق الحياة مساء اليوم، حيث ظل لأسابيع في العناية المركزة بإحدى مستشفيات الدار البيضاء. وكان عضو المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي محمد طلال أكد في تصريحات إعلامية أن حالة اللاعب أسامة فلوح حرجة للغاية بعد إصابته لديه بكسر في العنق والصدر ونزيف في الرأس. وكتب رئيس نادي الوداد الرياضي فرع كرة اليد مهدي الزوات على حساب عبر فيسبوك: حالة أسامة فلوح خطيرة وغير مستقرة، لكنه لا زال على قيد الحياة تحث العناية المركزة. يشار إلى أن أسامة فلوح من خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وسبق له أن حمل ألوان الفريق الرديف لنادي ستراسبورغ الفرنسي والفتح الرباطي وأنجيه الفرنسي.